مساء الخير، أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل الفراخ البيكاتا أو الفراخ بصوص الكريمة. الطريقة سهلة جدا مفيهاش أي تعقيد، ويلا بينا نشوف هتتعمل إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسة سخنة على النار، لازم تكون سخنة جدا. حط فيها شوية زيت كده، مش كتير قوي. حط فيها حتة زبدة، اول ما يسيحوا هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها ملح وفلفل وعصير بصل. احطها كده وهحمرها كويس. تتحمر من الوش ده هقلبها على الوش التاني. انا عايزاها تقريبا مستويه، تقريبا مستويه. برضو النار عندي عاليه، لازم النار تكون عاليه. خلاص هشيل الفراخ بقى، اخر كام حته كده. خلاص خلصنا كل الكميه بتاعتنا اهي. مكان التحمير هننزل بمعلقه من الثوم، هنحمره كويس جدا كده، بس ما نخليهوش لونه يحمر، يعني هنقلبه كده تقليبه اصفر. هنزل بمعلقه من الدقيق وتقلبوا مع بعض كده، يختفي الدقيق على طول. هضيف حته زبده صغيره اهي، بعد كده هنزل بالكريمه بتاعتي. انا جايبه كوبايه كريمه، هنزل بيها هقلب كويس جدا. هحط شويه ميه، يعني نقدر نقول نص كوبايه كده، بس علشان تستوي فيها الفراخ التسويه الاخيره. انا هحط مكعب مرق مع الميه اللي انا حطيتها، وهقلب كويس. ده بيفرق كتير في الطعم. ممكن لو عندك شوربه انتي عاملاها طبعا يبقى افضل. هبتدي ابهر ملح وفلفل، وهنقلب ده كله مع بعضه كده. خلاص امتزج. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. بصوا بقى الصوص اللي نزل من الفراخ ده مهم جدا اهو. هنزل بكل الفراخ اللي عندي، تاخد لها غلوة كده مع الصوص الحلو ده. على نار هادية، وهسيبها الصوص يتقل وهي تكمل سواها في الصوص ده. الفراخ بتاعتنا خلصت خلاص، استوت، طعمها رائع، ريحتها رائعة، حاجة كده مشرفة في عزوماتك. هتعجبكم جدا يا جماعة. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان أنا هستنى الكومنتات بتاعتكم عشان أعرف رأيكم في الحاجات اللي بقدمها. ودي كانت طريقة عمل الفراخ البيكاتا أو الفراخ بصوص الكريمة بأسهل طريقة مع ميم.